السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء. أجواء باردة وثلوج وأمطار رعدية متفرقة بعدد من المناطق. إليكم التفاصيل. حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الثلاثاء استمرار الطقس البارد نسبيا بمرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية. ويتوقع نزول أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة برعد فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف وأقصى جنوب البلاد والجنوب الشرقي والسهول الشمالية والمنطقة الشرقية. كما سيلاحظ تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير التي يتعدى علو 2000 متر، فضلا عن تشجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الصغير والسواحل الوسطى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين -1 و6 درجات بمرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 4 و8 درجات بكل من الريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بجنوب البلاد. وستكون ما بين 9 و13 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمال وجنوب المملكة، بينما سترتفع قليلا بوسط البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل إلى جانب الواجهة المتوسطية والبوغاز، وكذا بشمال أصيلة وما بين طنطا وبوجدور، فيما سيكون قليل الهيجان إلى إيج بباقي السواحل.